بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي تلاميذ الصف الخامس، يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بيكم. هحل معاكم تدريب الدرس الثاني اللي هو درس القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل، صفحة 167 في كتاب الأضواء. طبعا ده درس مهم جدا جدا. هحل معاكم رقم 1. السؤال الأولاني هاخد منه كم مسألة كده، مسألة القسمة باستخدام نموذج المستطيل، علشان نعرف مع بعض أسهل طريقة ممكن نحل بيها القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل. طب تعالوا كده نشوف مع بعض. أنا هاخد أول مسألة اللي هي 9234 أهي، على 81. طيب، واقول له بيساوي. قبل ما ابدا اقسم لازم يا ولاد اكون عارفه الاول ان العدد الكبير اللي هو قبل علامه القسمه ده اسمه المقسوم، والعدد ده اللي بعد علامه القسمه اسمه المقسوم عليه. وطبعا الناتج اللي بيطلع هنا اسمه ناتج القسمه او خارج القسمه. بس بعمل ايه بقى في استخدام نموذج المستطيل؟ بعمل مستطيل المقسوم عليه بحطه هنا اللي هو 81، والمقسوم مش بحطه بقى فوق، لا ده انا بحطه كله على بعضه كده جوه المستطيل اللي هو 9234. وهعمل ايه؟ هاجي في الهامش وهضرب الواحد من 1 ل9 في 81. الواحد في 81 ب81 اللي هو في المقسوم عليه. وبعدين الاتنين في 82، الاتنين في 1 ب2، الاتنين في 8 ب16. وبعدين التلاتة في 81، التلاتة في 1 ب1، التلاتة في 8 ب24. وبعدين الأربعة في 81، الأربعة في 1 ب4، الأربعة في 8 ب32. وبعدين الخمسة في 81، الخمسة في 1 ب5، والخمسة في 8 ب40. وبعدين الستة في 81، الستة في 1 ب6، والستة في 8 ب48. وبعدين السبعة في 81، السبعة في 1 ب7، والسبعة في 8 تمام ب56. وهقف لحد هنا. هو أنا المفروض أكمل لحد ال8 ولحد ال9، لو احتاجناهم هنكمل فيهم. هنعمل إيه بقى؟ بصوا معايا حبايبي. هبدأ أقسم كده 9 على 81. طبعا مش هتنفع. ليه؟ لأن التسعة أصغر من ال81، فما ينفعش أقسم عدد صغير على عدد كبير. هاخد العددين اللي جنب بعض دول، الرقمين اللي جنب بعض دول، تبقى 92 على 81. أيوة دي تنفع. هنيجي نشوف في الجدول بتاعي اللي في الهامش ده اهو عدد قريب من ال 92. هبص هلاقي مين؟ أول حاجة مين؟ الواحد في 81 أهو. خليكم معايا ثانية واحدة. هلاقيه مين؟ ما خدش. ممكن حد يقول لي يا ميس طب ما ال 162 قريبة من ال 81. اقول له لا، احنا دوما ناخد العدد القريب بس يكون اصغر من الايه، من العدد اللي احنا عاوزينه. فال 81 قريبة من ال 92 واصغر منها. هيبقى الناتج بتاعي فيها الكام؟ فيها الواحد. هكتب واحد فوق واكتب ال 81 تحت. طيب واجي اطرح هلاقي ان دي 81 ودي 9234. هحط بقى قدام ال 81 دول صفرين تحت، وطالما حطيت صفرين تحت يبقى احط فوق كمان صفرين مع الواحد، يبقى فيها الايه؟ فيها ال100 يا ولاد. وهطرح بقى 4 ناقص صفر هي ال4، 3 ناقص صفر هي ال3، 2 ناقص 1 1، 9 ناقص 8 1. يطلع العدد اللي عليه الدور مين؟ 1134. بكتبه هنا 1134. وهاجي هقسم هقول 11 على 81 مش هينفع، فهاخد الثلاث ارقام دول مع بعض هيبقى 113. ايوه تنفع. هدور في الجدول بتاعي على اقرب عدد من ال 113. هلاقيش انا عندي خالص الا برضو الايه، ال81 اهي. باخدش ال 162، لا هاخد ال81. فهيبقى فيها الكام؟ فيها الواحد هكتبه فوق اهو، وهكتب ال81 تحت. طيب انت كتبتها هنا ليه يا مس؟ لان لو كتبتها من هنا 81 في الاول، بصوا لو كتبتها 81 في الاول هنا
هحط صفرين هتبقى 8100 اكبر من 1130، فانا مش هعرف اطرح بيها منها، فانا هحط ال 81 هنا عشان اما احط صفر هنا هيبقى 810 اصغر من ال 1134، وهحط الصفر فوق عشان يبقى انا مغيرتش حاجه في الايه الناتج بتاعي. فاقول له 4 ناقص صفر يلا 4، انا طبعا بطرح. 3 ناقص 1 2، 11 نقص منهم 8 يتبقى 3، هيتبقى 324. هاجي في الجزء الثاني واكتب ال 324 هنا. هدور عندي في الجدول بتاعي على 324، هلاقيها موجودة أصلا كلها على بعضها. فيها الكام؟ فيها الأربعة. هتكتب الأربعة فوق وتكتب ال 324 تحت وتطرح، هتلاقيك صفار صفار صفار. هنا دي بسميها اسم منتهي، يبقى طالما وصلت للأصفار فسميها اسم منتهية، ويكون ناتج الاسم بتاعي هو كام؟ هجمع بقى اللي فوق 100 زائد 10 زائد 4 يبقى 114، يبقى ناتج الاسم بتاعي طلع كام يا ولاد؟ 114 بدون باقي. طيب ناخد كمان واحدة نفهم منها أكتر المسألة بتاعت الاسم. وعايزة ألفت نظرك إن هو بيجي في الامتحان يقول لك حل بالطريقة اللي تعجبك، يعني الطريقة اللي أنت مرتاح فيها حل بيها. ممكن ناخد مثلا، خلينا ناخد مثلا المسألة اللي تحت دي 10136 على 28 أهو. 10136 على كام؟ شوفها تاني كده، على 28 اهو. انا بكتب ال 28 هنا وبكتب ال 10000 جوه، وزي ما عملنا في المسألة اللي فوق بعمل جدول ضرب كده ليه من 1 ل9 في الواحد في 28. يبقى الواحد في 28 28، الاتنين في 28، الاتنين في 8 ب16، 6 بطلع بالواحد، الاتنين في 2 ب4 وواحد 5. التلاتة في 28، التلاتة في 8 ب24، 4 بطلع بالاتنين، التلاتة في 2 ب6 ومعايا 2 يبقوا 8. الأربعة في 28، الأربعة في 8 ب32، 2 وبطلع بالتلاتة، الأربعة في 2 ب8 و3 تبقى 11. هاخد لحد الخمسة ولو احتجت نكمل. تمام. الخمسة في 8 ب40، صفر وبطلع بالأربعة، الخمسة في 2 ب10 ومعايا 4 تبقى 14. طيب المتعب في عملية القسمة باستخدام النموذج هو بس الجدول الضرب ده، لأن بنضرب من 1 ل9، لكن بعد كده بتلاقي الموضوع سهل جدا لما بتيجي بتقسم. طب تعالوا نقسم كده. لو قلت 10 على 28 مش هينفع، فأنا هاخد 101 على 28. هدور في الجدول بتاعي على 101، أنا عندي 112 وعندي 84. الأقرب مين؟ أخد 112؟ لأ، أنا دوما باخد الصغير، يبقى هاخد 84. يبقى فيها الكام؟ فيها التلاتة. هكتب التلاتة فوق واكتب 84 تحت. طيب هحط 3 اصفار، يبقى دي 84,000. لا ده كبيرة يا مس، ده كبيرة على دي 10,136. حلو. هعمل ايه؟ هحط 84 من بداية هنا يا ولاد اهي. اقول لها هعملها من هنا كده 84 واحط قدامها صفرين بس، فهتبقى كام؟ 8400. وزي ما حطينا صفرين تحت احط الصفرين فوق وابدا اطرح. خلاص. يبقى دوما لازم اجيب عدد اصغر من العدد اللي انا بطرح منه. خلاص. فهنا اقول له 6 ناقص صفر هي 6، 3 ناقص صفر 3. خلاص. 4 1 ناقص 4 مش هينفع، هستلف الصفر ده مش هينفع برضو يديني الواحد، يديني يبقى صفر، والصفر يبقى 10، ارجع اخد منه واحد هيبقى 9، وده يبقى 11. 11 ناقص منهم 4 هيتبقى 7، و9 ناقص منها 1 هيتبقى 9، ناقص منها 8 هيتبقى 1. هاخد العدد ده وانقله هنا 1736.
هدور في جدول الضرب بتاعي على كام؟ على 173. تعالوا كده نشوف. 173 في هنا 140. طب تعالوا نكمل بقى نضرب بقى. شوفوا هنحتاج هنا الستة اهي. 6 في 8 ب48. 8 بطلع بالأربعة. الستة في 2 ب12 ومعايا 4 يبقوا 16. لكن هنا عندي 1736 دي 1168. طب نكمل كده. 7 كمان. السبعة في 8 ب56. 6 بطلع بالخمسة. السبعة في 2 ب14 و5 يبقوا 19. دي 196. أنا عايزة 173. يبقى هاخد القريبة منها مين يا ولاد؟ 168. يبقى الناتج بتاعتي، الناتج القياسي بتاعي يبقى فيه كام؟ الستة. هكتب الستة فوق وهكتب 168 تحت أهو. 168 وهزود صفر هزوده فوق. طيب هنا هيبقى 1736 أطرح منها 1680. هقول له 6 ناقص صفر هي 6. 3 ناقص 8 مش هينفع، هستلف من 7. السبعة هتبقى 6 والتلاتة هتبقى 13. 13 أشيل منها 8 هيتبقى 6. تمام. هيتبقى 5 مش 6 بس في ثانية واحدة. 13 لما أشيل منها 8 هيتبقى 5. و6 ناقص 6 صفر. و1 ناقص 1 صفر. يطلع الناتج عندي كام؟ 56. أنا هكتبه هنا وهدور في جدول الضرب بتاعي على 56. موجودة هي مس فيها الكام؟ فيها الاتنين. يبقى هكتب الاتنين فوق والاتنين في 28 ب56 وهطرحها الاقيها صفر صفر. ودي تبقى اسمها منتهية. يعني منتهية يعني خلصانة بصفار. وناتج الاسم هيبقى 300 زائد 60 زائد 2 هيبقى 362. خارج الاسم او ناتج الاسم 362. تمام. انا بس هستكفي في الفيديو ده بالمسألتين دول عشان خير الكلام ما قل ودل. ان شاء الله هتفهموا الاسم بالطريقه دي. طريقه سهله جدا وجميله جدا وبسيطه. بالطريقه دي تقدروا تفهموا الاسم وتحلوا بيها بنفس الطريقه باستخدام نموذج المساح. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم نكمل مع بعض مسائل الاسم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.